شوفوا كيف. عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا رجعنا لكم بفيديو جديد. طبعا مع السيارة تقطع تفتف، اضغط ريس، اسمعوا صوت السيارة اذا كان واضح معكم، والسيارة تقطع ترتجف، يعني اشتغال الماكينة مو طبيعي. تابعوا معنا ان شاء الله الحلقة بخبركم في السبب. شو طبعا اشتغال الماكينة ما اشتغال سيدة، تتحرك تهتز كثير لو تلاحظوها. شيكنا طلع انه معنا كويل خربان. الحين 3 ستاندر شغالة. كيف نعرف ان الكويل خربان؟ شاهدوا معي. الحين بنبطل فيشة الفيش. شوفوا كيف انه هذا شغال. طبعا معنا هالكويل ما شغال. شوف الحين فكينا الكويل والسيارة ما تغير فيها شيء، يعني معنى هالكويل ما شغال. الحين ان شاء الله بنروح نشتري كويل وبنركبه مكان هذا الكويل الخربان. طبعا فحصت الكويلات كامل شغالات ما عدا هذا الكويل ما شغال. السيارة تهتز كثير، الماكينة تهتز كثير. طبعا هذا الكويل الخربان. ان شاء الله بنركب الحين واحد جديد. في هذا واحد بعد خذيته مستعمل بس ما نفع. بناخذه مرة ثانية الحين في السكراب. طبعا هذا شرينا بلكات جديدة النيسان. طبعا هذا نوعيتهن. دبل اريديوم. طبعا هذا الكويل اللي شريته الجديد. في فرق بسيط بس عن الكويلات الثانية، لكن يمشي ان هذا خليجي وهذا وارد. الحين ان شاء الله قضينا بلكات. بنركب ان شاء الله بلكات جديدة احسن، يكون افضل مرة واحدة. طبعا هذا البلكات القديمة. طبعا الحين خلاص ركبنا الكويل جديد. مستعمل ما حصلت. طلع في فرق ما يشتغل. ركبنا واحد جديد والحمد لله، وركبنا البلكات والحين اشتغل السيارة الحمد لله زين. طبعا كيف تعرفها؟ تعرفها انها السيارة فيها تقطيع، فيها ضعف في العزم، وفيها تقطيع، واشتغال الماكينة ما يكون 100%. والحمد لله. شكرا لمتابعتكم، وتابعونا ان شاء الله في فيديوهات ثانية.